بالنسبة لضرطة زرارة، خلينا نسأل نائب الإمام المهدي. الرواية التي تقول الخوئي يقول لا يكاد ينقضي تعجبي كيف يذكر الكشي والشيخ هذه الروايات التافهة الساقطة غير المناسبة. شوف علما على قول زرارة ضربت في لحيته. نائب الإمام المهدي الخوئي لا يفهم الحديث فيعبر عنه بأنه تافه، لأن زرارة قال ضربت في لحيته، وهو يجهل أن قوله ضربت في لحيته أي عملت عملا منكرا، فإن العرب يستخدمون الضراط في اللحية أي أنه قام بعمل منكر. وإني اعتدت على أن أنقل لكم الدليل على قولي في حديث وينه؟ في الكافي المقدس الجزء الخامس صفحة 322-23 الطبعة الثالثة، عن عبد الله بن مصعب الزبيري قال سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام وجلسنا إليه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، فتذاكرنا أمر النساء فأكثرنا الخوض وهو ساكت لا يدخل في حديثنا بحرف، فلما سكتنا قال أما الحرائر فلا تذكروهن، ولكن خير الجواري ما كان لك فيها هوى. ده يشرح بعدين شي يقول، وما ده يقسم الجواري، يعني المطيعة واللي تحبها واللي غير مطيعة وانت تحبها، تفاصيل كلش حلوة. بعدين وين يوصل؟ يقول وجارية ليس لك فيها هوى وليس لها عقل ولا أدب، فتجعل بينك وبينها البحر الأخضر، يعني تفارقها. اسمع، قال من يقول؟ عبد الله بن مصعب الزبيري، فأخذت بلحيتي أريد أن أضرط فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه على شيء ولجمعه الكلام، فقال لي مه إن فعلت لم أجالسك. اسمع، يقول آني بعد ما الإمام موسى بن جعفر حدثنا بكل هذا الحديث، يقول أخذت بلحيتي أريد أن أضرط فيها لكثرة خوضنا ما لم نقم فيه على شيء. يعني شنو؟ يقول إحنا بدنا نحكي على الجواري وعلى النساء وعلى الحرائر حكي خريط، لا فهم ولا علم. اجى الإمام شرح لنا تقسيم النساء بالضبط. يقول فأني يعني من كلامي المنكر لزمت لحيتي وردت أضرط بها، فضربت في لحيته يعني سوالة مكسورة بالعربي، يعني عملت عملا منكرا. فنسأل نائب الإمام المهدي، يا نائب الإمام المهدي، شو أنت لا فهم لا علم لا منطق لا حكي، بيك خير بس تقول انتخبوا أمر حكيم أبو سيارات السايبة. أبو سيارات السايبة ترستوا العراق سايبة وستوته بدل ما ترسوها كاديلاك وتسلا. خايس أنت خايس.